سينابون في دقيقة واحدة. صراحة قبل ما اجربه ما كنتش متحمسة ابدا ليه، بس نتيجته ابهرتني جدا ومتأكدة انكم لو جربتوه هيبقى التحلية الرسمية بتاعتكم الفترة الجاية كلها. مكوناته بسيطة جدا، هنحتاج 4 معالق كبار دقيق، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح. وقلبت بقى المكونات الجافة مع بعضها كده. وكشيء اختياري بنحط كده رشة فانيليا، دي بتدي طعم وريحة حلوة بس ممكن نستغنى عنها عادي في السينابون. ضفت بقى كمان 6 معالق كبار من اللبن، ومعلقة كبيرة من الزيت، زيت ذرة أو عباد شمس. ونقلب بقى كل المكونات كويس قوي بمضرب لحد ما قوامها يوصل بالشكل ده، تبقى زي عجينة الكيكة بالظبط. طبق تاني صغير بقى هنحتاج معلقة صغيرة من الزبدة، عليها معلقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض عادي، ومعلقة صغيرة قرفة. وده هيبقى التوبنج بتاع السينابون. زودت بس كده نقطتين لبن عشان نوصل للقوام اللي في الفيديو ده. اي بقى طبق صغير او مج حتى نحط فيه نص كمية السينابون اللي احنا عملناها، وبعدين معلقة من التوبنج اللي احنا عملناه من السكر والقرفة، وبعدين باقي السينابون، وبعدين برضو معلقة من التوبنج. هنحط بقى في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة بس، وهتلاقوا شكله وصل زي الشكل اللي في الفيديو ده. مش قادره اقول لكم قد ايه هو هش من جوه. ممكن تاكلوه زي ما هو كده، او تحطوا عليه صوص شوكولاته او اي صوص تاني كراميل او اي حاجه، وبالهنا والشفا.